عرفت القائمة التي أعلن عنها أمس السبت الاتحاد الجزائري لكرة القدم والخاصة بوديتي الخضر عودة بعض اللاعبين وعودة آخرين، فيما تأجل التحاق أسماء أخرى في انتظار تبريرات المدرب جمال بالماضي، حيث استدعى الكوتش بالماضي لأول مرة اللاعب مهدي باسكال مارسال ليريس والناشئ ضمن صفوف فريق سامدوريا بدوري الدرجة الأولى للبطولة الإيطالية. حيث ينشط صاحب 24 عاما في مناصب عدة، فدوره الرئيسي يكمن على الجناح الأيمن ويلعب بالقدم اليمنى، ووفق موقع ترانسفير ماركت المختص في أنه يستطيع اللعب في خط الوسط وكذلك وسط الميدان على الجهة اليمنى. وشارك اللاعب منذ بداية هذا الموسم في 16 مواجهة بين الكأس والدوري، وغاب في واحدة بسبب العقوبة الآلية لتراكم البطاقات الصفراء. كما شارك أيضا بنسبة 64% ضمن القائمة الأساسية، وخاض ما مجموعه 60% من زمن المباريات، وكان له الفضل في تسجيل زملائه لأهداف بنسبة 17%. التحق ليريس بسامدوريا في أوت 2019 بعقد يمتد إلى غاية 30 جوان 2024، وتعمل شركة يورفراست على إدارة أعماله. لعب المحارب الجديد للخضر لأندية عدة لأقل من 17 و 19 عاما، وبعدها جوفنتوس لنفس الفئة، ثم الفريق الأول لكيفو فيرونا، ثم سامدوريا، وتمت إعارته لبيريسيا قبل أن يعود مجددا لسامدوريا. خاض اللاعب ما بين منافستي السيري آ وكأس إيطاليا، ما مجموعه 869 دقيقة، منها 760 في الدوري و109 دقيقة في الكأس. بالتوفيق للوافد الجديد مع الخضر، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم إن كل جديد. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.